الملاحظة الأولى هي العلاج الوحيد، العلاج الأوحد هو في تدويل الحرمين الشريفين. منطقة الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة بتوابعهما من المدن يجب أن تكون تحت إدارة الأمم المتحدة. حتى المعتمرون والحجاج والزائرون الكرام لا يواجهون الزندقة والنصب والوحشية الوهابية هناك. بدون تدويل الحرمين الشريفين فالجرائم تستمر ويوما على يوم تكثر. إخواني، ربما بعض الجهلة بالإضافة إلى المغرضين ربما يعترضون بأن الأمم المتحدة نصرانية. الأمم المتحدة خليطة من نصارى ادعاء ومن علمانيين ومن مسلمين وممن أشبه، وحسب الأحاديث الشريفة الناصبي. أنجس حتى من الكلب والخنزير، فكيف بالنصراني الذي الفتاوى في نجاسته مختلفة؟ الحرمان الشريفان يكونان تحت سيطرة وإدارة الأمم المتحدة أفضل بكثير من أن يكونان تحت إدارة الزندقة والنصب والوحشية السعودية. هذه الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية إخواني، يجب القيام الفوري والجدي والمثابر باستقلال المنطقة الشرقية عن السعودية وإعلانها دولة مستقلة ذات سيادة كاملة كبقية الدول. الآن هم نفس الشيء. المسلمون في المنطقة الشرقية يجب عليهم الانفصال الفوري الجاد عن زندقة ونصب ووحشية الوهابية، هسه والتسمية عليهم حكومة المنطقة الشرقية أو دولة المنطقة الشرقية أو ما راق لهم من الأسماء. المهم واجب ضروري لازم فرض أن المنطقة الشرقية بإيمانها بتشيعها بإسلامها الحقيقي بنفطها ببحرها بمميزاتها بفضائلها بمناقبها بإيجابياتها، الواجب على المنطقة الشرقية
أن تنفصل فورا وأن تعلنها دولة ذات سيادة تامة عضوة في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية الأخرى. ثم المملكة العربية، القرآن الكريم الذي يكفر به الوهابيون والسعوديون حقيقة ويؤمنون به نفاقا، يقول بصراحة: أكرمكم عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القومية العربية كفر، أما الاسم هكذا: المملكة العربية، رغبا على أنف الله وأنف الإسلام وأنف القرآن وأنف الرسول وأنف المؤمنين والمؤمنات. إيش تتوقع من هذول؟ إيش تتوقع من هذول؟ إيش تتوقع من هذول؟ ماكو حل إلا تدويل الحرمين الشريفين. تحية تقدير وتعظيم وإكبار وإجلال إلى أبطال المدينة المنورة وإلى أبطال المنطقة الشرقية، وبانتظار تدويل الحرمين الشريفين وبانتظار استقلال المنطقة الشرقية عن السعودية وإعلانها دولة ذات سيادة كاملة تامة عضوة في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية الأخرى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم.